ألم تر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف في معركة بدر وكان يرتب أصحابه بين يديه، وخير الصحابة من شهد بدرا، كان يرتبهم بين يديه، وإذا بأحد الصحابة الأخيار كان متقدما على الصف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه عصا يرتب بها الصف حتى يتحدث معهم وليشرح لهم خطة القتال، فهو قتال وحرب وموت. فقال صلى الله عليه وسلم له: تأخر يا فلان، فلم يسمع. قال: تأخر يا فلان، فلم يسمع. فتقدم صلى الله عليه وسلم إليه وضرب بطنه بعصاه، قال: تأخر. قال: يا رسول الله أوجعتني. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ اقتص مني. والله ما جلده بصوت، ولا قال لزبانية خذوه فغلوه، ولا رماه في السجن، ولا قال له أنت تعرف تتكلم مع من، ولا التفت بطرف عينه إلى من حوله فالتقم الرجل التقاما، لا، قال: خذ اقتص مني. ونحن في قتال، نعم، ونحن في قتال، وأنت القائد، نعم، حتى وإن كانت ضربتك له غير مقصودة، نعم. فأخذ العصا ذلك الصحابي وهو سواد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أنت ضربتني وأنا كاشف لبطني، ما علي رداء، فاكشف بطنك لأضربك كما ضربتني. فإذا به عليه الصلاة والسلام يحسر رداءه عن جسده المبارك، فيقبل ذلك الرجل لأثما لجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضأما له مقبلا له، يقبل العدل، يقبل الحاكم الذي يربي شعبه أحرارا ليسوا عبيدا. بعض الحكام اليوم مع الأسف يريد أن يكون الشعب مجموعة من العبيد، مجموعة من القطعان، مجموعة غنم، حتى وإن كان فيهم علماء، نعم، تعيش كما تعيش الشاة، حتى وإن كنت أحصل على شهادات عالية ولي وزني في الأمة، نعم، تعيش ورائي وتسير ورائي كما تسير الغنم وراء راعيها. لا نسمح لك بكلمة ولا اعتراض ولا رأي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أحرارا، يربيهم رجال، ما كان يربيهم مجموعة عبيد شياه بين يديه. لذلك قادوا العالم. قال: خذ اقتص يا سواد. فيقبل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلثم ذلك البطن المبارك وذلك الجسد الشريف، يقبله، نعم يقبله، لأنه يحبه حبا صادقا. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يستأثر دونهم بالأموال، ولم يكن يستأثر دونهم بخيرات البلاد، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدخل بيته فإذا المياثر والأرائك وأنواع الطعام والشراب بين يديه وهم يعيشون على فقر ومسكنة، لا، كانوا إذا جاعوا جاع معهم، وإذا مرضوا مرض لمرضهم، وإذا حزنوا حزن لحزنهم. يموت ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير ليطعم به زوجته، يرونه بأعينهم وهو يحفر معهم في الخندق، فلما رفع عليه الصلاة والسلام الفأس ليضرب الحجر وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. ما كان يقول: والله أموال الدولة كلها بين يدي أفعل بها ما أشاء، لا. الصحابي لما يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا حقيقيا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج ليجعلهم يحبون أن يحفظهم نشيدا يرددونه باسمه، لا، ولا يعلقوا صوره عندهم، لا، ولا يلزمهم بأن يحبوه ويعظموه، لا، ولا كانوا يعلقون صوره ويلزمهم بمحبته، كلا، إنما كان من خلال تعامله معهم، من خلاله عدله معهم، كان حبه يدخل إلى قلوبهم. خذ يا سواد اقتص مني. أي الحكام اليوم يعملها؟ لا أقول الحكام، لا، بل من هم أقل من الحكام، أمير، وزير، مدير ظالم،
كم من صفعة وجهت إلى إنسان ضعيف قطع الله اليد التي صفعت ولم يستطع أن يقتص لنفسه. وكم من إنسان سلب حقه أو سلب ماله أو منع من حقه ولم يستطع أن يقتص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ يا سواد اقتص مني.